السلام عليكم اغلى طلاب في الدنيا، احلى مؤرخين ومؤرخات. كل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم وربنا يوفقكم يا رب. يلا بينا، خلاص العيد خلص، نجهز مع بعضينا. كوبايه شايك، طبق كحكك، طبق بسكوتك. اي حاجه عندك حطها يا باشا، اي حلويات عندك حطها. وابدا يا باشا شغل الفيديو بتاعك زي الفل. وابدا واحده واحده، ورقه وقلم قدامك، وان شاء الله نلم الدنيا. عندنا مراجعه شهر مهمه، مراجعه الشهر على اول وحده واول درسين في الوحده الثانيه. الواحد التانية 3 دروس، هم أول درسين بس. ركز معايا بإذن الله، هلم لك الدنيا على قد ما أقدر. ربنا يوفقك. طيب، الوحدة الأولى بتتكلم عن قارة آسيا وقارة أوروبا، من حيث بقى توزيع السكان والتركيب وكل حاجة تخصهم. الوحدة التانية بتتكلم عن التاريخ الإسلامي. صلى على النبي، زي النبي صلاة، نوحدوه ونبدأ مع بعض. طيب، يبقى أول سؤال بيجي يقول لك إيه؟ أولى قارات العالم من حيث عدد السكان. أول قارة في عدد السكان هي قارة آسيا، الله يبارك لك، هي أكبر قارات العالم. طب أول دولة الهند، طب تاني دولة الصين. أولى دول قارة أوروبا من حيث عدد السكان، أول قارة في أوروبا أقول لك روسيا الاتحادية. طب اشمعنى؟ عشان ليه روسيا الاتحادية؟ عشان كانت كذا دولة ومتجمعين مع بعض. يعد ارتفاع معدل الوفيات في أوروبا نتيجة لارتفاع نسبة الوفيات. يبقى الوفيات اللي هي الناس اللي بتموت، طب دي صغيرين؟ أكيد لا. متوسط؟ لا. يبقى فئة كبار السن. الله يفتح عليكم. تعيش قارة آسيا حاليا في المرحلة الكام من نظرية الديموغرافية؟ المرحلة الثالثة. أما حد يقول لي أوروبا الكام؟ الرابعة، وداخلة على الخامسة. مستر هو في خمسة؟ لا، هم 4 مراحل. أوروبا هي اللي هتعمل الخامسة. طيب، تخرج طيارات الهجرة من دولة أثيوبيا والصومال، في قارة أثيوبيا والصومال دي في أفريقيا، متجهة إلى قارة آسيا، خاصة لدول. إحنا لما بنهاجر آسيا بنروح فين؟ بندور على شغل، يبقى دول الخليج العربي. الله يفتح عليكم. اكثر الدول استقبالا للهجره في اوروبا. انا لو انا قاعد دلوقتي في افريقيا وههاجر، او انا قاعد في اسيا وههاجر في اوروبا، اسهل دي جزيرتين، ايطاليا واليونان. ودي بتستقبل كميات هجره كبيره جدا جدا جدا. تعد السهول الفيضيه في منطقه ذات الكثافه السكانيه المرتفعه في عند افريقيا عند نهري ايه الانهار يا استاذنا اللي عند سهول فيضيه الكثافه السكانيه مرتفعه؟ نهر اليانجتسي والجنج. يبقى انا عندي كام نهر في اسيا؟ 2 الكثافه السكانيه مرتفعه، نهر اسمه اليانجتسي ونهر اسمه الجنج. طيب، توجد جزر ذات تربه خصبه في قاره اسيا، زي جزيره الجزر اللي تربتها خصبه في اسيا زي جزيره اليابان وجاوه. يبقى لو جاء قال لك مين الجزر اللي تربتها خصبه في اسيا؟ اليابان وجاوه. تعاني بعض الدول الاسيويه من النمو السكاني المرتفع. دولة آسيوية فيها نمو سكاني مرتفع، السكان بتزيد، أقول لك هناك الصين. طيب، من الدول الإفريقية التي تواجه تحديا في زيادة عدد كبار السن. دولة أوروبية عندها مشكلة إن كبار السن ياما، إيطاليا. ودي عامل لها مشكلة وخلتها ترفع سن التقاعد ل 65 سنة. الفئة العمرية المسؤولة عن دعم الاقتصاد. ايه الفئة اللي هي مسؤولة عن الاقتصاد، اللي لما بتشتغل الدنيا بتمشي؟ صغار السن؟ لا دول لسه صغيرين. كبار السن؟ لا دول عواجيز وهيموتوا. طب سن ايه؟ سن العمل. طيب، اولى الدول الاوروبية من حيث نسبة كبار السن، لسه قايلينها، ايطاليا. يمكن ان تلعب اللغة دورا ترسيم الحدود، يعني اللغة كان ممكن تبقى سبب ان احنا نرسم حدود اي دولة. طيب، الكلام ده حصل في وسط قارة ايه؟ اوروبا. طب يا استاذنا ما تقول لي مشكلة تانية كده رسمت حدودها؟ هقول لك بنجلاديش ومين وباكستان. راحت باكستان في مرة قالت لك انا هطبق اللغة الاردية. يا جدعان، انا اللغة الاردية هي اللغة الرسمية. راحت بنجلاديش قالت لها لغة اردية ايه؟ بتكلم بالعافية، انا مش عايز اللغة دي. احب باكستان هي عافيه. احب بنجلاديش قالت لا طب خلاص انا مش قاعده معاكم، وراحت ماشيه وانفصل. مش ماشيه اللي خدت الدوله ماشيه، لا انفصلت عن باكستان واصبحت دوله لوحدها. تعد دوله نقط ونقط ونقط الاعلى انفاقا على التعليم. عندك ايسلندا والنرويج والسويد. دول يا شباب اكتر 3 دول انفاقا على التعليم في قاره ايه؟ اوروبا. طب لو جه قال لي تقل معدل الأطباء والممرضات في وسط وجنوب قارة آسيا بالنسبة للمعدل العالمي.
تناول الشاي بعد الظهر من اهم الاشجار، اهم العادات والتقاليد. الشعب الايه؟ شبابه كويسه، انا عندي دلوقتي عادتين: الانحناء المتبادل وتناول الشاي بعد الظهر. طب تناول الشاي ده بيحصل فين؟ الشعب الانجليزي. طب الانحناء في اليابان وكوريا. طيب تنتشر في المناطق الاستوائيه بقاره اسيا، خط الاستواء بقاره اسيا بينتشر فيه مرض اسمه الملاريا. يعد الانحناء اليابان وكوريا، لسه قايلينهم. طيب فتح المسلمين مصر في عهد الخليفة. طيب اللي فتح مصر عمرو بن العاص، بس كان الخليفة اللي بيحكم عمر بن الخطاب. لو جه سألك: نص صلح الاسكندرية على بقاء اليهود في مدينة الاسكندرية، يبقى يهود خليكم في اسكندريه زي ما انتم، هنديكم الامان. بيقول لك ايه؟ كان الخليفه في العصر العباسي الثاني، العصر العباسي الاول، يعينون الولاة لحكم مصر من العرب. احنا لو كانوا بيختاروا لنا احنا العرب، امال في العصر العباسي الثاني من الاتراك والفرس. كان مجلس القضاء بمصر، كان مجلس القضاء يعني المحكمه، كانوا مش بتعقد في مصر في العهد الاسلامي. فين بيتم عقدها؟ فين؟ في مسجد عمرو ابن العاص. طيب اصبحت مدينه العسكر عاصمه جديده لمصر في العصر مدينه العسكر. ايوه لما بدا الضعف في العصر العباسي الثاني. شباب كويس، انا عندي عصرين عباسي، انا عندي الاول بالترتيب الرسول عليه الصلاه والسلام، صلى على النبي عليه. طيب بعد كده يجي الدوله الخلفاء الراشدين، بعد الخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم السلام، يجي سيدنا يجي معاويه بن ابي سفيان ويعمل الدوله الامويه. يبقى تاني الخلفاء الراشدين، بعد كده الدوله الامويه، بعد كده الدوله العباسيه. الدوله العباسيه دي اللي مرت بفترتين: فتره قوه وفتره الضعف. القوه كانوا كلها اقوياء مالناش دعوه بيها. طب الضعف تولى ملوك ضعاف وسيطر عناصر غير عربيه زي الفرس والاتراك، وظهرت حاجه اسمها الدول المستقله. طيب بيقول لك ايه؟ شيد عمرو بن العاص في مصر مدينه الفسطاط على اسم خيمته، ومدينه الجيزه. طيب امتدت الدوله الطولونيه في عهد احمد بن طولون حتى وصلت شمال تركيا اللي هي اسيا الصغرى، الشرق شام وحجاز، طب الجنوب النوبه، الغرب بركه. يبقى الغرب ايه؟ بركه. تولى خمروي حكم مصر بعد وفاة أبوه أحمد ابن طولون، ده اللي أسس الدولة الطولونية. أطلق على الدولة الفاطمية هذا الاسم نسبة إلى ستنا فاطمة الزهراء. مين فاطمة الزهراء دي يا عم محمد كرم؟ هقول لك بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. من أمثلة الدواوين التي أنشأها في عهد الدولة الطولونية، عملنا ديوانين: ديوان اسمه الإنشاء وديوان اسمه الجيش أو الجند. طيب من المنشآت العمرانية التي تم إنشائها في عهد الدولة الطولونية. يا دولة طولونية انتوا بنيتوا إيه؟ قال لك بنوا 3 حاجات: جامع أحمد بن طولون، وقناطر أحمد بن طولون، والبيمارستان اللي هي المستشفى. يبقى عندي هنا بنوا كام حاجة؟ 3. عندك جامع أحمد بن طولون، طيب وبنوا قناطر أحمد بن طولون والبيمارستان. تزوج الخليفة العباسي المعتضد بالله من قطر الندى ابنة خمارة وي. أوصى محمد بن طغ الإخشيدي قبل وفاته بالولاية من بعده لابنه أبو القاسم أو أبي القاسم أنجور. يبقى قال لك ايه بعد منه؟ وعلى فكره ده كان عيل صغير، فمعناه عيل صغير يعني ما ينفعش يحكم، فعيننا عليه واصي، وهو مين؟ كافور الإخشيدي اللي حافظ على الدوله الإخشيديه. طيب تم انشاء السقايات في عصر الدوله الإخشيديه لجلب الماء لسكان مدينه الفسطاط. ما كانش عندهم ميه فعملنا السقايات عشان نوصل لهم ميه. شيد جوهر الصقلي مدينة القاهرة، لما جه مصر شيد مدينة القاهرة، وبنى الجامع الأزهر، وبعت رسالة للمعز قال له مصر جاهزة، فالمعز ساب المغرب وجا مصر. طيب
من اهم المساجد التي انشئت في عهد الدولة الفاطمية. ايه المسجد اللي هم عملوه؟ الجامع الازهر. طيب بص يا شباب، قبل ما اكمل هنا عايز نفهمكم حاجة. اول حاجة في العصر العباسي الاول ده عصر قوة مالناش دعوة بيه. طيب العصر العباسي تاني ده عصر الضعف. طب قصة مصر بتبدأ منين؟ بتبدأ من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعت رسالة لحاكم مصر كان روماني أو بيزنطي كان اسمه المقوقس. يا مقوقس دي رسالة خش الإسلام. المقوقس رفض ساعتها وكبرنا دماغه. جه سيدنا بعد كده أبو بكر الصديق، جه بعد كده عمر بن الخطاب. فعمر بن الخطاب بعت سيدنا عمرو بن العاص يفتح مصر. عمرو بن العاص دخل من فلسطين ورخص فعلا فتح مصر بعد صلح الإسكندرية. طب بعد ما فتحت مصر قال لك بنى مدينة الفسطاط وجعلها عاصمة وطور مصر من جميع النواحي. يموت عمرو بن العاص يتولى خليفة تاني، يتولى والي تاني، يتولى والي تاني، لحد ما يحصل ضعف للدولة العباسية اللي هي الدولة الكبيرة. لما الدولة العباسية تضعف يظهر في مصر حاجة اسمها الدول المستقلة بسبب بعد مصر عن مركز الخلافة العباسية وضعف الخلافة العباسية. طب الدول المستقلة دي كام نوع؟ نوعين. دولة مستقلة برغبة السلطان أو بموافقة السلطان العباسي، ودولة تانية بدون موافقة السلطان العباسي. طب يا أستاذنا مين اللي بموافقته؟ إخشيدية بالترتيب، طولونية، إخشيدية، خلع الفاطمية، أيوبية، مملوكية. الفاطمية كانت عافية. أول ناس سكنت مصر الدولة الطولونية، أحمد بن طولون، بعد كده خمراوي، بعد كده سقطت الدولة الطولونية. بيجي بعد كده الدولة الإخشيدية، محمد بن طاغ الإخشيدي، بعد كده ابنه أبو القاسم. طب أبو القاسم ده كان عيل صغير فنعين عليه واصي كفور الإخشيدي. بعد كده تسقط الدولة الإخشيدية. يجي من المغرب دولة اسمها فاطمية. الدولة الفاطمية مين اللي جاي؟ المعز لدين الله الفاطمي، ده أسس في المغرب. طب هيجيب نفسه؟ لا، هيبعت جوهر الصقلي. جوهر الصقلي ده هيضرب الدولة اللي هيضرب الدولة الإخشيدية ويعني الدولة الفاطمية. طيب عشان بس تبقى فاهم ترتيب الأحداث. طيب تتميز قارة آسيا بانخفاض مستمر في معدل المواليد. آسيا المواليد بتقل؟ لا بالعكس، دي آسيا بتشجع المواليد، ده المواليد ما بتنخفضش، المواليد بتزيد. طيب تلعب الهجرة دورا بارزا في النمو السكاني في آسيا وأوروبا. الهجرة ممكن تأثر على النمو؟ أقول لك حصل. تتعرض قارة أوروبا لتيارات هجرة غير شرعية؟ حصل. تعد المناطق الصناعية شرق أوروبا ذات كثافة سكانية مرتفعة؟ لا يا أستاذنا، احنا قلنا دول الغرب أكثر تقدما من دول الشرق، يبقى غلط. الله أكبر، الله أكبر. إيه ده؟ طيب يبقى غلط، هنشيل كلمة شرق ونحط كلمة غرب. طيب بيقول لك إيه؟ تعد مناطق وسط وشرق أوروبا ذات كثافة سكانية متوسطة؟ أيوه هو ده الكلام الصح. تحتل الصين المرتبة الثانية في حيث عدد السكان؟ صح، بعد الهند. تعد روسيا الاتحادية أولى دول قارة أوروبا بالسكان؟ حصل، روسيا الاتحادية أول دولة والثانية ألمانيا. طيب اتسم النمو السكاني لقارة أو أوروبا بانخفاض، خلي بالك هنا النمو السكاني لأوروبا بانخفاض معدل المواليد والوفيات في منتصف، حصل الاثنين قالوا. طيب بعد كده الوفيات هتزيد عددها في الوفيات فهيحصل مشكلة. تقوم بعض دول قارة آسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية بتشجيع مواطنيها على زيادة المواليد؟ حصل. تتجه تيارات الهجرة من قارة أفريقيا إلى قارة آسيا خاصة دول الخليج العربي؟ إحنا لما بنهاجر بنروح خاصة دول الخليج العربي؟ صح. يعد توفير فرص العمل أحد الأسباب المشتركة للهجرة؟ حصل، الناس بتهاجر عشان بتدور على فرص عمل سواء في آسيا أو سواء في أوروبا. طيب تعد جزر اليابان من المناطق ذات الكثافة السكانية المتوسطة؟ غلط، دي اليابان كثافة سكانية مرتفعة. انخفاض. رفعت أندونيسيا سن التقاعد تدريجيا لمواجهة مشكلة زيادة عدد السكان؟ هقول لك غلط، مش أندونيسيا، عندك دول تانية زي مين يا أستاذنا؟ زي فرنسا. طيب جه يقول لك إيه؟ تسعى دول قارة آسيا وأوروبا لتحقيق التوازن بين النمو السكاني. إحنا بنسعى نخلي في توازن بين المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية والسكان؟ أقول لك حصل. ترتفع الكثافة السكانية في سهول سيبيريا. سهول سيبيريا، طب فين يا أستاذنا سهول سيبيريا دي؟
اقصى شمال اسيا اللي هي متجمده بترتفع فيها الكثافه السكانيه، اكيد غلط، بتنخفض او تندر. تعد قاره اوروبا الاكثر تنوعا لغويا، لا غلط، قاره اسيا. دي قاره اسيا فيها حوالي تلت لغات العالم. طيب، يتسم التركيب النوعي للسكان بقاره اسيا بالتوازن النسبي، اقول لك توازن، في توازن، يعتبر متوازنين. قاعدة الهرم السكاني، خلي بالك، اسيا الذكور اكتر، اوروبا الاناث اكتر. قاعدة الهرم السكاني بقارة اوروبا اكثر ضيقا من الهرم السكاني بقارة اسيا. طيب، يبقى هنا قاعدة ضيقة وهنا قاعدة ضيقة، بس هنا الصغيرين اكتر من هنا، فالاجابة صح. تزداد نسبة الاناث عن الذكور في قارة اوروبا، حصل لما قلت لك الرجالة ماتت في الحرب العالمية. تتساوى نسبة العاملين بالنشاط الزراعي في قارة آسيا وأوروبا، أقول لك لا، أوروبا هي اللي تشتغل في الزراعة، أوروبا تتساوى معاها في الصناعة، أما الزراعة لا، أوروبا بتستخدم آلات وتكنولوجيا وكده. تحتل اليابان المرتبة الأولى عالميا من حيث نسبة فئة كبار السن، اليابان الأولى في عدد كبار السن، أقول لك حصل في آسيا. يقول لك إيه؟ تحتل أندونيسيا المرتبة الأولى بقارة آسيا في الإنفاق على التعليم، غلط، أندونيسيا إيه يا عم اللي هتنفق على التعليم؟ طب أقول مين يا أستاذنا؟ عندك عمان. أندونيسيا بتصرف مبالغ قليلة جدا. طيب، قدمت دول أوروبا وآسيا دورات تعليمية لكبار السن لاكتسابهم الثقة الذاتية، حصل عشان نتبادل خبراتهم، قدمنا لهم دورات. تعتمد دول وسط وجنوب آسيا بمعدل أطباء وممرضات تفوق المعدلات العالمية، لا غلط، هتشيل تتمتع بدول آسيا بدل تتمتع تقل، بتقل دول وسط وجنوب آسيا بمعدلات، من المعدل مش مرتفع، تقل. طيب، يعد السوشي من الأكلات الوطنية في قارة أوروبا، غلط، السوشي في آسيا. السوشي والكيميتشي الاتنين من الأكلات الشعبية في آسيا. تنتشر الموسيقى التقليدية التي تعتمد على الآلات الوترية في اليابان، حصل. طيب، تتميز الهند بالرقصة الفلكلورية بينما تميز إيطاليا بالرقصة الكلاسيكية، لا غلط، العكس، إيطاليا فلكلورية والهند هي الرقصة الكلاسيكية. تمثل صناعة الزجاج أحد الحرف التراثية التي تنتشر في إيطاليا وأوروبا، أو إيطاليا في أوروبا، صح. زادت أهمية مصر من الناحية الاقتصادية بعد حفر خليج أمير المؤمنين، حصل عشان ده سهل التجارة. طيب، وخليج أمير المؤمنين يربط بين البحر الأحمر ونهر النيل. طيب، نص صلح الإسكندرية على أن لا يعود الروم مرة ثانية أو يحاول استرداد مصر، حصل. ظهرت الدول المستقلة في مصر في العصر العباسي الأول، أول إزاي يا عم؟ ده الأول قوة، يبقى غلط، في العصر العباسي الثاني. استقلت الدولة الأيوبية استقلت الدولة الأيوبية الاستقلال تماما عن الخلافة العباسية، أقول لك غلط، الدولة الوحيدة اللي استقلت استقلال تام كانت الدولة الفاطمية. اشتهرت مدينة دمياط بصناعة النسيج في الدولة الطولونية، حصل. شيد محمد بن طغ مسجد الفقاعي في سفاح جبال المقطم، حصل. وصلت حدود الدولة الطولونية في عهد أحمد بن طولون لبلاد الشام والحجاز شرقا، حصل. عمل أحمد بن طولون على نشر العدل بين السكان وعم الرخاء، صح. سك الإخشيديون دينارا تحمل اسم حاكم مصر واسم الخليفة العباسي، حصل. أمال مين يا أستاذنا اللي سكوا باسم الدولة بس، باسم حد بس؟ الدولة الفاطمية. طيب، أصبحت مدينة القطائع عاصمة لمصر في عهد الدولة الإخشيدية، لا غلط، في عهد الدولة الطولونية. قام المعز لدين الله الفاطمي بتمهيد الطريق من الشام إلى مصر تجهيزا لاستيلاء مصر، غلط، من الشام ازاي؟ ده كان قاعد في المغرب، من إفريقيا اللي هي تونس. كانت المساجد خلال عصر الدولة الفاطمية مركز نشر الثقافة، حصل. من أبرز إنجازات الدولة الفاطمية في مصر سك عملة جديدة باسم الخليفة الفاطمي، حصل، باسم الخليفة الفاطمي بس بدون الخليفة العباسي. كانت الإسكندرية هي المركز الأساسي للتجارة من الشرق للغرب، أقول لك صح، حصل. اهتم الفاطميين بتأسيس المكاتب العامة، حصل. بيقول لك يا باشا، كانت القاهرة
من اشهر المراكز التجاريه في العصر الفاطمي غلط، الاسكندريه مش القاهره. القاهره ايه يا عم؟ التجاره دايما ليها علاقه باسكندريه. اسس الخليفه العزيز بالله الدوله الفاطميه في مصر غلط، اللي اسس الدوله الفاطميه في مصر المعز لدين الله الفاطمي. تم انشاء المدرسه الحافظيه في عهد الدوله الفاطميه صح، في الاسكندريه. كانت المساجد خلال عصر الدولة الفاطمية مركز لنشر الثقافة والعلم حصل. من أبرز إنجازات الدولة الفاطمية في مصر سك عملة جديدة للبلاد باسم الخليفة الفاطمي حصل. سؤال متكرر. قام المعز لدين الله الفاطمي بتمهيد الطريق من الشام غلط، مش من الشام، من إفريقيا. كانت مدينة الإسكندرية من المراكز الرئيسية للتجارة بين آسيا وأوروبا في العصر الفاطمي صح. طيب شباب يلا بقى بينا نحل سؤال تاني، سؤال عندنا وتاني اهم سؤال الاختيارات. كده خلصنا اكمل وخلصت صح وغلط. ركز بقى معايا في الاختيارات. بيقول لك ايه؟ من الدول التي تعاني من النمو السكاني المرتفع. يعني ايه؟ السكان عندها بتزيد قوي. زي دولة مين؟ اندونيسيا. يبقى من الدول التي تعاني من النمو السكاني المرتفع اندونيسيا. طب تحتل دولة نقط المرتبة الأولى آسيويا. هي أول دولة كانت الهند، تاني دولة الصين. أروح أجري طبعا على الهند. طيب تتعرض قارة آسيا لتيار لهجرة غير شرعية عبر خليج، يا بتوع آسيا اللي بيجولكم من أفريقيا بيجوا عند خليج إيه؟ خليج عدن، طامعين إن هو يوصلوا للخليج العربي. تتميز قارة أوروبا بارتفاع نسبة صغار السن؟ لأ، صغار السن في أوروبا قليلين. طب بارتفاع نسبة كبار السن. طيب يمثل السهل الأوروبي العظيم مناطق ذات كثافة سكانية. سهل أوروبي تربة خصبة مياه عذبة صالح للزراعة، يعني في أماكن كتير، يبقى يتميز بالكثافة السكانية المرتفعة. أولى دول العالم من حيث نسبة كبار السن. أول دولة كبار السن فيها كتير الولايات المتحدة، ما خدناهاش. اليابان حصل. تعد قارة نقط الأكثر تنوعا لغويا آسيا، هي تمتلك تلت لغات العالم. تعد دولة نقط أولى دول قارة آسيا من حيث الإنفاق على التعليم. قطر؟ لا. الإمارات؟ أيوه هي دي. يبقى أول دولة الإمارات. لا يا أستاذنا مش الإمارات أولى دول، هو هنا عايز الأولى، يبقى عمان. أنا آسف الإمارات غلط. طيب أي الدول التالية الأقل إنفاقا على التعليم بتصرف بس كمية قليلة؟ أقول لك أندونيسيا. طيب أكثر الدول الأوروبية استقبالا للهجرة. أكتر دولتين بيستقبلوا هجرة لسه حلينها إيطاليا واليونان. أي من المناطق التالية ذات كثافة سكانية مرتفعة، يعني عالية جدا. طيب شبه جزيرة دي صحراء؟ لا أكيد. الإسكندنافية ساقعة، سيبيريا ساقعة، يبقى سهوليان جيتسي. يتميز السكان في جزيرة جاوا بالملهى. جزيرة جاوا هي كانت جزر ذات تربة خصبة. مناخ معتدل؟ لا. تربة خصبة أيوه هي دي. تصنف مناطق الإنتاج الصناعي في غرب قارة أوروبا بأنها ذات كثافة سكانية إنتاج صناعي. دول صناعية يبقى أكيد فيها ناس كتير، مرتفع أكيد. طيب تبذل الدول التي تعاني من النمو السكاني المرتفع عدة جهود. هنا عندها سكان كتير. رفع سن التقاعد تدريجيا، اقول للناس اقعدوا اكتر في الشغل، ما انا عندي مشكله، عندي ناس مش لاقي شغل اصلا. الاعتماد على التكنولوجيا، اعتمد على التكنولوجيا واقعد الناس في البيت من غير شغل؟ اكيد لا. بناء وحدات صحيه، تشجيع الهجره؟ اكيد تشجيع الهجره لا. فبناء وحدات صحيه اهتم بصحتهم. تواجه تيارات هجره الى قاره اسيا وخاصه لدول الخليج العربي قادمه من قاره افريقيا. اغلبيه سكان الخليج العربي رايحين من قاره افريقيا. احد المناطق ذات الكثافه السكانيه المنخفضه والنادره، قليله جدا. عندك جاوا؟ لا جزيره جاوا مزدحمه بالسكان. سهول سيبيريا؟ اه يا استاذنا سهول سيبيريا مجمده. ايوه هي دي. من الدول الاوروبيه التي واجهت تحديات كبار السن وانخفاض معدل المواليد. المواليد فيها قليله وكبار السن كتير. ايطاليا. طيب الاقتصاد الباقي عندها مشكله في زياده السكان. ايه ده يا ستار يا رب. الاقتصاد الفضي هو نشاط أنشطة الاقتصاد. أنا عشان بلمس هنا. طيب
الاقتصاد الفضي هو الأنشطة الاقتصادية التي تهتم بإيه؟ اقتصاد فضي الموارد المائية؟ لا، ملهاش علاقة بالمية. فضي ده كبار السن، هو الاقتصاد التي يهتم بكبار مين؟ السن. تحتل دولة الكويت المركز الثاني آسيويا في نسبة صغار السن؟ لا. عدد السكان؟ لا. نسبة كبار السن؟ لا. يبقى الإنفاق على إيه؟ التعليم. بتصرف فلوس كتير أوي على التعليم. كويتا أشهر الفنون الموسيقية التقليدية في أوروبا فنون موسيقية يبقى الإيرلندية. يبقى الموسيقى الإيه؟ الإنجلندية. ما خدتش نرويجية ولا فرنسية ولا أسبانية. من المدن التي شهدها عمرو بن العاص على اسم الخيمة بتاعته اللي كان عليها حمام وقال سيبوا الحمام زي ما هو لحد ما خلص حرب واجي، مدينة الفسطاط. طب ما فيش فسطاط يا أستاذنا، حكيت لنا قصة حمام ما فيش فسطاط، يبقى الجيزة. كان الخلفاء الراشدين يعينون الولاة من نقط لحكم مصر من العرب. الخلفاء الراشدين، الدولة الأموية، الدولة العباسية الأولى كانوا من العرب. مقر إقامة الوالي في مصر خلال عصر الولاة كانت كل مقرهم الفسطاط لحد في عصر العباسي الثاني بقت العسكر. أحد النظم الإدارية التي وضعها العرب بمصر بعد الفتح، نظام اللي عمله العرب في مصر بعد الفتح الإسلامي نظام الخلافة، ده كان في مصر الولاة. سؤال 25 يا شباب. ساعد خليج أمير المؤمنين على ربط مصر ببلاد مين؟ العراق؟ لا، العراق بعيدة. النوبة في الجنوب، فاضل لي الشام والحجاز. يبقى ربطنا بين بلاد ايه؟ الحجاز، بلاد الحجاز اللي هي السعودية عشان ربط البحر الأحمر. كان القاضي بمصر في مصر في عصر الولاة يعين بواسطة الخليفة هو اللي كان بيختار القاضي بنفسه. أنشأ الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان دار السفن في عكا، وكان بيجيب الصناعية من مصر. انتقل عاصمة مصر في العصر العباسي من الفسطاط إلى مدينة العسكر. تم فتح مصر على يد جيش المسلمين، اللي فتح مصر من جيش المسلمين في عهد مين؟ عمر بن الخطاب. يبقى خلفاء راشدين، الله يبارك لكم. قاد الجيش الإسلامي الذي قام بفتح مصر، مين قائد الجيش؟ سيدنا عمرو بن العاص. نجح جيش المسلمين في فتح مدن شمال مصر بداية من العريش حتى وصلوا لفين؟ الإسكندرية اللي كانت عاصمة. بدأ الاعتماد على عناصر غير عربية في تعيين الولاة، بدأت تعتمد على الفرس والأتراك لسه قايلينها في العصر العباسي الثاني. كان القاضي بمصر في عصر الولاة يعين بواسطة مين اللي بيختار القاضي؟ الخليفة. كان مجلس القضاء في عهد عمرو بن العاص تعقد خلال الجامع المعروف باسمه في مدينة الفسطاط. ظهرت الدول المستقلة في مصر. الدولة المستقلة ظهرت فين؟ في العصر العباسي الثاني. تأسس أول دول المستقلة اسميا عن الخلافة العباسية، خلي بالك هنا اسميا يعني اسم بس، فعلى يد أحمد بن طولون. اشتهرت مدينة نقط في الدولة الطولونية بصناعة النسيج، كانت بتصنع النسيج والملابس، اسكندرية. اتخذ محمد بن طغ الإخشيدي مدينة نقط عاصمة. القطائع لا ده بتاع أحمد بن طولون. القاهرة دي الدولة الفاطمية. الفسطاط عمرو بن العاص، يبقى العسكر. استطاع أحمد بن طولون توسيع حدوده غربا شمال جنوب، احنا قلنا الشام والحجاز. طب الغرب وصل لحد برقة. طب يا مستر الشام دي في الشرق اخويا، الحجاز في الشرق، اسيا الصغرى في الشمال اللي هي تركيا. تم انشاء السقايات في عصر الدولة الاخشيدية لجلب المياه الى مدينة الفسطاط. وسع احمد بن طولون دولته حتى وصل جنوبا الى بلاد النوبة. صغرت الدولة الإخشيدية على يد جوهر الصقلي. خلي بالك الدولة الإخشيدية على يد جوهر الصقلي. طب الدولة الطولونية على يد الدولة العباسية اللي هو محمد بن سليمان الكاتب. ظهرت شجاعة محمد بن طغ الإخشيدي قبل توليه حكم مصر في تصدي لهجمات الفاطميين. تم تعيين كافور الإخشيدي وصيا على أبي القاسم أنجور اللي هو مين؟ ابن جدع محمد بن طغ. انتشر مظاهر الضعف والفوضى في البلاد بعد وفاة كافور الإخشيدي، واستولى عليه بعد كافور قلنا جت الدولة جوهر الصقلي، يبقى جت الدولة الفاطمية. استولى جوهر الصقلي على مصر بأمر من الخليفة المعز لدين الله الفاطمي اللي كان في المغرب.
أنشأت المدرسة الحافظية في عهد الدولة الفاطمية بمدينة حافظية، قلنا الإسكندرية. من أهم المساجد التي أنشأها الفاطميين الجامع الأزهر. أول عاصمة لمصر كدولة مستقلة اسميا عن الخلافة كانت مدينة القطائع اللي هي بتاعت أحمد بن طولون. بكده احنا خلصنا أهم سؤال بتاع الاختيارات. طيب نخش على من تنسب الأعمال. طيب أول والي على مصر بعد الفتح الإسلامي، أول واحد اتعين والي على مصر بعد فتح الإسلام سيدنا عمرو بن العاص. طيب حاكم مصر الذي عقد صلحا مع عمرو بن العاص كان اسمه المقوقس. خليفة أموي أمر بإنشاء دار لصناعة السفن، مين؟ عبد الملك. يبقى طيب 3 خليفة أموي أنشأ دار لصناعة السفن، لسه قايلينه معاوية ابن أبي سفيان. شيد أول عاصمة إسلامية لمصر بعد الفتح الإسلامي سيدنا عمرو بن العاص، هو اللي بنى. طيب بنى أول جامع في مصر بعد الفتح الإسلامي جامع عمرو بن العاص، يبقى عمرو بن العاص. من الصحابة الذين قاموا بتعليم المصريين أصول الدين. طيب مين اللي اهتم بالتعليم؟ عبد الله ابن عمرو ابن العاص. خليفة عباسي أرسل جيشا بقيادة المكتفي بالله. يبقى السؤال رقم 9. حاكم الدولة الإخشيدية عرف بحبه للعلم واهتم بتشييد مسجد مسجد الفقاعي كافور الإخشيدي. طيب قائد الجيش الفاطمي الذي تمكن من الاستيلاء على مصر، القائد نفسه ما قالش الخليفة، كافور الإخشيدي. اتسعت في حدود الدولة الفاطمية في عهده حتى وصلت لبلاد الشام والحجاز، المعز لدين الله الفاطمي. شيد مدينة القاهرة جوهر الصقلي. يبقى لما يجي يقول لك يا بيه شيد مدينة القاهرة لتكون عاصمة جوهر الصقلي، يبقى أول خليفة فاطمي المعز لدين الله الفاطمي، أحد القادة في الجيش العباسي وقام بتأسيس الدولة الإخشيدية، محمد ابن طغ الإخشيدي. أوصى محمد بن طغ الإخشيدي قبل وفاته أن يكون له الحكم بعد وفاته. مين يا باشا؟ ابنه أبي القاسم أنجور. حاكم الدولة الإخشيدية عرف بحبه للعلم والعلوم والعلماء وشيد مسجد الفقاعي كافور الإخشيدي. قائد الجيش الفاطمي الذي تمكن من الاستيلاء على مصر جوهر الصقلي. طيب شباب كويسة، هنخش على سؤال صوب ما تحته خط. بيقول لك ايه؟ يزداد عدد السكان في قارة آسيا عن ربع سكان العالم. لا الكلام ده غلط، عن نص سكان العالم. طب تأتي قارة أوروبا في الترتيب الرابع. لا، أوروبا ترتيبها الثاني بعد آسيا. تاني دول قارة آسيا من حيث عدد السكان الهند. لا، الصين الأولى الهند والثانية الصين. يتناقص عدد سكان قارة نقط في السنوات الأخيرة. أوروبا هنشيل آسيا ونحط إيه؟ أوروبا. طب لو جاء لك تأتي السعودية في المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في آسيا. لا قلنا باشا مش السعودية، قلنا الهند والثانية الصين. تأتي الهجرة غير شرعية من أثيوبيا والصومال عبر خليج عدن. رايحين فين؟ دول الخليج العربي. ترتفع الكثافة السكانية في سهول اليانجتسي. اليانجتسي ده يا باشا في قارة ايه؟ في اوروبا. لا استاذنا مش في اوروبا، ده في قارة اسيا. تعيش قارة اسيا المرحلة نقط من التحويل الديموغرافي الرابعة. لا يا باشا مش الرابعة، المرحلة الثالثة.
تتعرض قارة آسيا لتيارات هجرة قادمة منين؟ من أثيوبيا والصومال. طيب يعد السهل الأوروبي العظيم بقارة أوروبا ذات كثافة، سهل أوروبي تربة خصبة ذات كثافة مرتفعة. تعد المناطق الصناعية في نقط آسيا ذات كثافة سكانية مرتفعة. شمال، لا أستاذنا مرتفعة، مش قلنا شمال غرب، هي غرب. زادت طيارات، او ممكن اقول جنوب غرب عادي، يعني ممكن اشيل شمال غرب وخليها جنوب غرب. زادت طيارات الهجرة مما ادى الى ظهور العشوائيات ببعض الدول. الهجرة الخارجية، لا يا باشا، العشوائيات هجرة داخلية. يعني ايه عشوائيات؟ هي مناطق بنيت دون تخطيط من الدولة. تواجه دولة نقط تحدي في زيادة كبار السن وانخفاض معدل المواليد. كبار السن كتير والمواليد قليلة. ممكن اقول عندك ايطاليا. بيقول لك ايه؟ من الامراض المنتشرة بقارة اسيا من فيروس نقص المناعة الايدز. من الامراض التي تنتقل عن طريق الماء والغذاء امراض سوء التغذية، امراض الالتهاب الكبدي. يعد مرض نقط من اكثر الامراض انتشارا في المناطق الاستوائية مرض الملاريا. ده اكتر مرض منتشر في مناطق استوائية في اسيا. يعد الانحناء المتبادل من المنتشر في كوريا. انحناء اليابان وكوريا دي في قارة اسيا. عانى الشعب المصري قبل مجيء الفتح الاسلامي من اضطهاد. الشعب المصري كان بيتعاني من اضطهاد مين؟ الدولة البيزنطية. اول المدن المصرية التي نجح المسلمون في فتحها مدينة، اول حتة مدينة العريش، بعد كده الفرمة. السؤال رقم 20 هيجي يقول لك يا بيه، هيجي يقول لك استمر تعيين الوالي او الولاة في مصر من العرب حتى العصر العباسي الثاني. لا العرب يا باشا مش الثاني، الثاني كان فرس واتراك. طب العرب كان الاول. طيب كان عمرو بن العاص والي على مصر يقيم في دار الحكمة، لا دار الإمارة، ودي خلي بالك حتة بين السطور مهمة. بدأ تعيين الولاة بمصر في العصر العباسي الثاني من الفرس والروم، لا لسه قايلين الفرس وايه والأتراك. كان النقط يقوم بتعيين القاضي. الوالي لا يا باشا مش الوالي، كان الخليفة بيعينه بنفسه. طيب ازدهرت حركة السفن الحربية في العصر الدولة العباسية؟ لا. امال فين يا استاذنا؟ اقول لك في الدولة الاموية. اشمعنى الاموية؟ معاوية بن ابي سفيان عمل ترسانة لصناعة السفن في عكا. طيب جاء بعد كده سؤال المقالي. بص يا شباب، سؤال بما تفسر. بسأل نفسي ليه الحاجة دي حصلت. كده خلصنا الاسئلة السهلة الواضحة. طب سؤال بما تفسر بيقول لك ايه؟ ليه بترتفع معدل الزيادة الطبيعية في قارة آسيا؟ ليه الزيادة الطبيعية بتزيد في آسيا؟ بسبب ارتفاع المواليد عن الوفيات، اللي بيتولدوا أكتر من اللي بيموتوا، فالزيادة الطبيعية مرتفعة. انخفاض معدل المواليد في قارة أوروبا في الأواني الأخيرة. ليه المواليد في أوروبا قلت؟ عشان الشباب في أوروبا بدأت تفكر في إيه؟ تأخير سن الزواج. أنا إيه يا عم أتجوز بدري يا عم أعيش حياتي. مشاركة المرأة في سوق العمل. الست بتقول لك I am independent woman، أنا ست قوية، أنزل أشتغل وأثبت نفسي. جواز إيه وقرف إيه؟ ارتفاع مستوى التعليم، بدأوا يركزوا في التعليم. الأسر الصغيرة، حتى لما اتجوزوا فضلوا الأسر الإيه؟ الصغيرة. ارتفاع معدل الوفيات بقارة أوروبا عن المعدل العالمي. ليه الوفيات في أوروبا زادت عن المعدل العالمي؟ بسبب ارتفاع كبار السن. قارة أوروبا أصلا بيسموها القارة العجوز، فيها كبار سن ياما قوي. تزداد عدد سكان قارة آسيا بسرعة أكبر من قارة أوروبا. ليه آسيا السكان بتزيد أكتر؟ بسبب ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية، عشان المواليد بتزيد والوفيات بتحصل لها إيه؟ بتقل. هجرة السكان إلى قارة آسيا خاصة دول الخليج العربي. ليه السكان بيحبوا يروحوا دول الخليج العربي؟ فلوس يا باشا، شغل، البحث عن فرص عمل. تؤثر الهجرة بشكل كبير على النمو السكاني في أوروبا. الهجرة بتأثر على نمو السكان في أوروبا، أيوة، لأن الهجرة الوافدة تعوض النقص من عدد السكان نتيجة انخفاض المواليد. ما هو يا باشا ناس كتير قوي بتروح لأوروبا، وأغلبية اللي بيهاجروا شباب.
تعد قارة أوروبا من القارات الجاذبة للمهاجرين. أوروبا بتجيب المهاجرين ليه؟ فيها فرص عمل يا باشا، فيها أمن للاجئين، فيها فرص تعليمية، يعني أنا ممكن أروح أتعلم هناك، أروح أشتغل، أروح أتعامل معاملة نظيفة. طيب تعد جزيرة جاوا وجزيرة اليابان من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة. ليه جاوا واليابان مرتفعة؟ عشان تربتها خصبة، بسبب التربة الخصبة. يقل عدد السكان في المناطق الشمالية بقارة آسيا وأوروبا. شمال آسيا وأوروبا في محيط قطبي شمالي متجمدة بسبب شدة البرودة وصعوبة المواصلات والتربة المتجمدة. قلة عدد السكان في بعض المناطق الجبلية والهضبية، هي من اسمها مناطق جبلية وهضبية، يبقى بسبب التضاريس الوعرة والتربة الفقيرة. أنا هقعد فوق جبل ليه؟ التضاريس طالعة نازلة. طيب تعتبر شبه الجزيرة العربية بقارة آسيا من المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة. هي شبه الجزيرة دي أصلها إيه؟ صحراء يسود فيها الجفاف ومفيش مية والطقس صعب. ارتفاع نسبة الذكور في دول الخليج العربي مقارنة بنسبة الإناث. ليه الذكور في الخليج أكتر شوية؟ بسبب هجرة العمال، أغلبية الناس يلا نهاجر ونروح نشتغل في دول الخليج العربي، خاصة إلى دول الخليج العربي. انخفاض نسبة الذكور بقارة أوروبا، الذكور بتقل في أوروبا مقارنة بارتفاع نسبة الإناث. ممكن يقول لك الذكور بتقل أو الإناث بتزيد. طب ليه؟ بسبب انضمام دول أوروبا للحرب العالمية الثانية. طب ده عمل إيه؟ أدى إلى إفقادها الكثير من الشباب، شباب كتير ماتت في الحرب. لما يقول لك الرجالة قلت ليه؟ لأن الرجالة ماتت في الحرب العالمية الثانية، يبقى بسبب انضمام الحرب العالمية الثانية وافتقاد عدد كبير من الذكور. طيب تتسم قاعدة الهرم السكاني بقارة أفريقيا إن هي ضيقة. ليه القاعدة ضيقة؟ بسبب انخفاض صغار السن. وعلى فكرة القاعدة ضيقة في أوروبا أكتر من آسيا، يبقى بسبب انخفاض معدل صغار السن أو المواليد. انخفاض نسبة صغار السن في قارة أوروبا. ليه صغار السن قليلين في أوروبا؟ أقول لك بسبب انخفاض معدل المواليد لقارة أوروبا مقارنة بآسيا. المواليد في أوروبا أقل، أما آسيا ما شاء الله مواليدها ياما. عدد الأطفال في قارة آسيا 10 أضعاف قارة أوروبا. ليه؟ عشان قارة آسيا بتحرص على إيه؟ الزواج. تلاقي قارة آسيا جوز عيالك، العيال بيجي برزقه، مش يتجوز بس، والإنجاب. وعندها فئة كبيرة من شبابها في سن الزواج. طيب ظهور مصطلح الاقتصاد الفضي، اقتصاد فضي كبار سن، يبقى ده ظهر بسبب ارتفاع نسبة كبار السن وقيام بعض دول آسيا وأوروبا بالاهتمام بيهم وتوفر لهم الخدمات المختلفة. طيب تعاني بعض دول قارة آسيا من انتشار الأمراض. ما دام في مرض يبقى أكيد في فقر، في سوء تغذية، يبقى بسبب انتشار الفقر وسوء التغذية. ضعف البنية التحتية الصحية والحروب والصراعات. طيب كسر مدة حكم الوالي بمصر في العصر العباسي الثاني. معلش لما مدة حكم صغيرة وبيتغير كل شوية معناها ان انا دولة قوية؟ اقول لك لا، بسبب ضعف خلافة الدولة العباسية. طيب سؤال رقم 20 بيقول لك كان الخليفة للدولة الإسلامية يتدخل أحيانا في اختيار صاحب الشرطة. كان الخليفة كان على طول بيختار صاحب الشرطة. ليه؟ عشان ساعات صاحب الشرطة ده ينوب محل الوالي، لو الوالي ده راح لأداء مهام معينة أو غاب، فكان صاحب الشرطة الوالي هو مش موجود، لا صاحب الشرطة أنا هبقى مكان الوالي لحد ما يرجع. طيب ازدهار التجارة بمصر خلال العصر الولاة. ليه التجارة ازدهرت؟ ما التجارة هتزدهر أكيد اللي قبلها ازدهر، اللي هو الزراعة والصناعة. وقام عمرو بن العاص بإعادة حفر خليج أمير المؤمنين. أنشأ عمرو بن العاص لمدينة الفسطاط. هو ليه عملها؟ عشان تكون عاصمة مبدئيا، قال لك تكون عاصمة لمصر بدلا من الإسكندرية، والتي كانت بعيدة عن قلب مصر. اسكندرية مش في منتصف مصر. طيب ظهرت الدول المستقلة بمصر في العصر العباسي الثاني. ليه اللي خلى دولة مستقلة تظهر؟ بسبب ضعف الخلافة العباسية، بعد مصر عن مقر الخلافة ببغداد. اهتم احمد بن طولون ببناء جيش واسطول قوي. ليه يا عم احمد عايز تبني جيش قوي؟ قال لك عشان احقق مشاريعي، عشان عايز احقق حاجات عايزك تطبقها معايا، وما اعتمدش على الخليفه العباسي، ويحافظ على حدود دولتي. ضعف وسقوط الدوله الطولونيه. ليه؟ بسبب تنافس الامراء على الحكم. امتى؟ بعد ما مين مات؟ خمروي ما اتقتل، لدرجه ان هو استغلها الخليفه العباسي وتدخلت الجنود في شؤون الدوله الطولونيه. أرسل الخليفة العباسي المكتفي بالله جيشا لقيادة محمد بن سليمان الكاتب. ليه بعت يا عم خليفة عباسي؟ قال لك لاستعادة تبعية مصر. طيب تنوعت المظاهر الحضارية في مصر خلال الدولة الطولونية. مظاهر الحضارة اختلفت، فمعنى كده ان حرصت الدولة الطولونية على تحقيق استقلال مصر
عشان معنى ان الحضارات اختلفت او شفت اثار كتيره او شفت حاجات كتيره، فهم حرصوا ان هم يحققوا الاستقرار السياسي بقى والاقتصادي. قيام الطولونيين بإلغاء عدد من الضرائب في مصر. طيب ليه عملوا كده؟ لتنمية الأنشطة الاقتصادية. معلش، هناك المواطن أو الفلاح أو المزارع أو التاجر أو الصانع حس بضغط، فأنا عايز أشغلك. طب أنا حاسس إن عليا هموم ومديون، فأنا عايز أشغلك، يا عم اعفي عنك الضرائب. فبدأ يتنمي الأنشطة الاقتصادية. اهتمام الطولونيين ببناء البمارستان لعلاج المرضى بالمجان. البمارستان يعني المستشفى. ضعف سقوط الدولة الإخشيدية بسبب ضعف الولاة بعد كافور الإخشيدي. حصل فوضى، إرسال الفاطميين جيش بقيادة جوهر الصقلي. تسمية الدولة الفاطمية باسم الفاطمية نسبة لستنا فاطمة الزهراء بنت الرسول. رغبة الفاطميين في ضم مصر. ايه اللي خلاكم يا فاطميين عايزين تضموا مصر؟ موقعها المتميز، وسيطرت على مصر. خد شام وحجاز، هي اوبشن، مصر شام وحجاز. طب وفرة ثرواتها. بناء جوهر الصقلي مدينة القاهرة. أي حد بنى مدينة لتكون عاصمة. اهتم الفاطميون ببناء جيش وأسطول قوي. طب ليه بنينا جيش؟ حفظ الأمن والأمان. أول حاجة حماية حدود البلاد، نشر الأمن والأمان، حاجتهم الدول إليها في فتح بلدان جديدة. أنا عايز أفتح بلدان جديدة، عايز أحمي، عايز أنشر. زراعة الفاطميين أشجار، أي شجرة زرع في الدول عندك للحصول على الأخشاب عشان أبني أسطول ومراكب تجارية. كده خلصنا سؤال بما تفسر. نخش يا باشا على ما النتائج. طيب ما النتائج؟ انخفاض معدل المواليد والوفيات في اوروبا. ايه اللي حصل؟ النتائج بسأل نفسي ايه اللي حصل بعد الحدث ده؟ ايه اللي حصل لما انت ضربت الفسيخ والرنجة والبصل ومش عارف ايه، قعدت طول اليوم بطنك وجعاك؟ هو الاكل حلو بس بطنك وجعاك. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا باشا لما المواليد قلت والوفيات قلت؟ ترتب على ذلك انخفاض الزيادة الطبيعية، ما هو الاتنين قلوا، وتحقيق استقرار نسبي ووضع خطط تنموية. طيب ارتفاع معدل الوفيات عن المواليد في اوروبا ده في الاواني الاخيره لما الوفيات زادت، ترتب على ذلك تناقص معدل الزياده الطبيعيه واصبحت بالسالب. بقى يتولد 5 يموت 7، فالزياده الطبيعيه -2. طيب وبالتالي تناقصت عدد السكان، ودي خلاها على شفا او قريبه من المرحله الخامسه من الديموغرافيه اللي هي مش موجوده بس هي هتخترعها. الهجرة غير شرعية إلى قارة آسيا بالنسبة للمهاجرين. أنا كمهاجر إيه اللي بيحصل لي؟ ترتب على ذلك تعرضوا لانتهاكات على يد شبكة الإتجار بالبشر الأعضاء وفقدان أحلامهم. معاناة بعض دول قارة آسيا من النمو السكاني المتزايد. في دول من آسيا فيها نمو سكاني متزايد، أكيد السكان دي هيضغطوا على الإيه؟ الخدمات. ترتب على ذلك زيادة الطلب على المياه العذبة، زيادة الطلب على الغذاء، زيادة الطلب على المسكن، على الطاقة الأحفورية، على الإنتاج الصناعي. هنزود طلب على حاجات كتير. ما النتائج المترتبة على زيادة الطلب على الغذاء والمسكن؟ طب أنا دلوقتي عايز أبني مساكن، زيادة الطلب على الغذاء، عايز أطور أراضي زراعية وأبني مساكن. أجي على إيه؟ على مناطق الغابات، أشيل كل المناطق، أشيل كل المناطق الرعوية، أبني عماير، أحط أراضي زراعية. ده بيدمر البنية التحتية بتاعتنا. ترتب على ذلك التوسع في الأراضي الزراعية، التوسع في العمران على حساب مساحات الإيه؟ الغابات، وده طبعا بيأثر على التوازن البيئي برضه. زيادة تيارات الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن. أنا بهاجر من الريف للمدن، ريف ومدن، أدى إلى زيادة الضغط على البنية التحتية وظهور العشوائيات اللي بتتسم بالفقر والجهل والمرض. طيب جاء بعد كده بيقول لي إيه؟ ما النتائج المترتبة على زيادة الطلب على الطاقة الأحفورية والإنتاج الصناعي في آسيا وأوروبا؟ ايه اللي حصل لما زودنا الضغط على الطاقه الاحفوريه والمتجدده؟ ادى زي الطاقه الاحفوريه في اسيا واوروبا. انا لما بطلع مصادر طاقه غير متجدده، فحم، بترول، غاز طبيعي، بيطلع لي غازات. الغازات دي بتطلع غاز ثاني اكسيد الكربون، وده يزود من الاحتباس الحراري. ترتب على ذلك تلوث الهواء وزياده انبعاث الغازات الدفيئه مما يؤثر بالسلب على صحه الانسان. ما النتائج المترتبه على انخراط عدد كبير من رجاله اوروبا في الحرب العالميه الثانيه؟ اللي حصل؟ رجاله كتير ماتت والستات بقت اكتر من رجاله. ترتب على ذلك فقدان قاره اوروبا كثير من الشباب الذكور في الحرب العالميه وزادت نسبه الاناث. تمثل نسبه فئه سن العمل بقاره اسيا واوروبا ثلثي السكان. سن العمل في اسيا واوروبا تلتين السكان. ترتب على ذلك امتلاك القارتين قوه عامله قويه جدا ممكن تخليهم متقدمين. سعي دول قاره اسيا واوروبا
الى الاهتمام بفئه كبار السن. ليه يا عم؟ دي كبار سن سيبهم بقى يموتوا. قال لك لا يا باشا، انا بهتم بيهم عشان كده ظهر الاقتصاد الفضي. يبقى ترتب على ذلك ظهور الاقتصاد الفضي. طب انا اهتم بيهم ليه؟ عشان تبادل الخبرات وحثهم بالثقه الذاتيه او الثقه في الذات. طيب، قيام دولة باكستان بفرض اللغة الأردية كلغة رسمية. شرقها قال لك أنا مش جاي الكلام ده معايا سكة باش، أنا هنفصل عنها. ترتب على ذلك انفصال الجزء تمام كده. ترتب على ذلك انفصال الجزء الشرقي، فأصبحت بنجلاديش حاليا دولة مستقلة. فتح عمرو بن العاص لمصر، ترتب على ذلك تحويل مصر من دولة بيزنطية إلى دولة إسلامية. قيام عمرو بن العاص بإعادة حفر القناة التي تربط بين البحر الأحمر ونهر النيل، زادت النشاط بين مصر وبلاد الحجاز، زادت حركة التجارة. طيب، موقع مصر وبعدها عن مقر الخلافة العباسية أو ضعف الخلافة العباسية الثانية. ترتب على ذلك سعي بعض الولاة إلى الانفراد بحكم مصر وتأسيس الدول المستقلة. بدأ يظهر دولة مستقلة، مصر ضعيفة فأي حد يجي يسيطر عليها. ضعف الدولة الطولونية بعد مقتل خمراوي، ترتب على ذلك انتشار الفوضى وتنافس الأمراء على الحكم، بدأوا يتخانقوا على الحكم. طيب، موقع مصر الاستراتيجي واستقرارها في العصر الدولة الطولونية. موقع مصر الاستراتيجي اللي ترتب عليه ازدهار التجارة الداخلية والخارجية، وأصبحت المدن مراكز تجارية مهمة زي القطائع والأسكندرية. نجح محمد بن طاغي الإخشيدي في صد الجيش الفاطمي ومنعه من الاستيلاء على مصر. ايه النتائج؟ لما محمد بن طاغي قال لك يا باشا فاطميين ما تخشوش، مين اللي اعجب بيه؟ الخليفه العباسي، وقال له يا عم خلاص بدل ما انت قوي وقدرت تحمينا احكم يا عم انت مصر. يبقى تولى الخليفه العباسي محمد بن طاغي الإخشيدي حكمه على مصر فاعاد النظام والامن. ارسل الخليفه المعز لدين الله الفاطمي جيش بقياده جوهر الصقلي الاستيلاء على مصر، دي اول حاجه. انهاء تبعيه الخلافه العباسيه وأضع الدوله الإخشيديه. طيب، قيام الخليفة المعز لدين الله الفاطمي إلى مصر. لما المعز بنفسه جاء مصر انتقلت الخلافة الفاطمية من المغرب إلى مصر، أصبحت مصر مركز الخلافة الفاطمية بعد أن كانت المغرب. بيقول لك إيه؟ اهتم الفاطميون بالعلم والعلماء بمصر. إيه اللي حصل لما اهتموا بيها؟ قال لك أصبحت مصر عبارة عن جامعة علمية وفكرية وأدبية، وأخذ عنها الكثير، خدوا من مصر الكثير من علماء الشرق والغرب. جاء بعد كده بيقول لك ايه؟ دلل. سؤال دلل، بيقول لك اثبت ان الحاجه دي حصلت. اثبت يا عم ان الكلام اللي انا بقوله ده حصل. بيقول لك دلل ايه؟ قامت قاره اوروبا بعديد من الاجراءات لزياده المواليد. اوروبا عملت حاجات تزود بيها المواليد زي ايه؟ حيث قدمت مساعدات ماليه، خدوا يا جدعان فلوس بس اتجوزوا وهاتوا عيال، واعفاء ضريبي للاسر، يا جدعان خدوا يا جدعان فلوس واعفاء بس هجوزونا، ومنحت المراه اجازات طويله رعايه اطفالها. تعد ايطاليا واليونان من اكثر الدول الاوروبيه استقبالا للهجره. هات لي دليل 3/4 المهاجرين بيروحوا ليها. تختلف المشكله السكانيه من دوله الى اخرى في قاره اسيا واوروبا. المشكله السكانيه بتختلف من منطقه لمنطقه، حيث دول تعاني من انخفاض المواليد قليله وزياده كبار السن كتيره، زي ايطاليا واليونان وكوريا الجنوبيه وفرنسا. المشكله بقى الثانيه، دوله تعاني من النمو السكاني المتزايد زي الصين والهند واندونيسيا. طيب، تبذل الدول الاوروبيه والاسيويه جهودا كبيرا لمواجهه كبار السن، زياده كبار السن وانخفاض المواليد. طب زي ايه؟ انا عندي دلوقتي كبار السن كتير والمواليد قليله، فانا ارفع سن التقاعد، اقول لهم اقعدوا اشتغلوا اكتر 65 سنه. الاعتماد على التكنولوجيا، اطور التكنولوجيا هتقلل العمال. تقديم حوافز ماديه للاسر الكبيره وتشجيع الهجره. تعد اسيا القاره الاكثر تنوعا لغويا. اسيا بيقول لك فيها تلت لغات العالم، مما يجعلها عندها حصيله لغويه كتيره، ومن ابرز اللغات دي العربيه والهنديه والصينيه فارسيه. العربيه والهنديه والصينيه فارسيه. اثرت اللغه العربيه على الهويه الثقافيه والسياسيه لبعض دول اسيا. طب يعني ايه يا استاذنا اثرت اللغه العربيه؟ حيث ساهمت في وحده الدول العربيه، اسمها الدول العربيه فدي لغه عربيه، وثرائها وتراثها الاسلامي. طيب، لعبت اللغه دورا في ترسيم الحدود السياسيه. الكلام ده حصل في قاره اوروبا بعد الحرب العالميه الاولى.
اهتمام دول قارة آسيا وأوروبا بتعليم كبار السن. اهتموا بتعليم كبار السن. هات لي دليل. حيث قدمت القارتين دورا تعليميا لتلك الفئة العمرية مما أكسبهم الثقة الذاتية. طب تعاني بعض دول قارة آسيا من انتشار الأمراض. في ليه؟ هات لي دليل إن آسيا فيها أمراض. أقول لك الملاريا اللي في المناطق الاستوائية، الإيدز بتاع المناعة، طب وأمراض الفشل الكبدي. تؤثر الصراعات والحروب على انتشار الأمراض بقارة آسيا. الصراعات والحروب، أيوة، حيث تعطل الصراعات والحروب الخدمة الصحية. في حرب هيبقى المستشفيات مش شغالة زي ما هي، وتزيد من خطر تفشي الأمراض. تنتشر عدد من الأمراض بقارة أوروبا. هات لي دليل. أقول لك يا عم أمراض القلب والأوعية الدموية والسكر والسرطان، كل دي أمراض. لم تبدأ فكرة نشر الإسلام في مصر منذ عهد عمر بن الخطاب. هات لي دليل. اقول لك لا يا عم، دي بادئه من قبلها، حيث بدأ التفكير في الاسلام منذ عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، حيث ارسل الكتب الى مين؟ المقوقس. طيب، اعطى عمرو بن العاص لاهل مصر مثالا لسماحه الدين. عمرو بن العاص لما دخل مصر منح اهلها الحريه الدينيه، اعبدوا اللي انتوا عايزينه، واعطاهم حريه على اموالهم واماكن العباده بتاعتهم. فده راجل اعطى مثال ان هو راجل متسامح. تعددت مهام صاحب الشرطه. صاحب الشرطه اولا حفظ الامن الداخلي عشان ما يحصلش اي جريمه، القبض على الجناه، تنفيذ العقوبات، ولو الولي مش موجود يحكم مكانه الذي يحكم به القاضي، ماشي، او الانابه عن الوالي لو مش موجود في حاله غيابه. اهتم المسلمين بشؤون الزراعه والري. هات لي دليل. امر عمرو بن العاص بانشاء انشاء مقياس على النيل، وتوسيع رقعه الارض الزراعيه وحفر الترع. يبقى كام حاجه؟ 3. انشا مقياس على النيل، وسع رقعه الارض الزراعيه، حفر الترع. حدث تغير في صناعة النسيج في مصر في الخليفة الأموي. الخليفة الأموي حولوا للكتابة النسيجية العربية. أمال كان بيتكتب بالإيه؟ باللغة البيزنطية. طيب، تعددت المشروعات المائية المرتبطة بنهر النيل. أيوة يا باشا، احنا عملنا مقياس على النيل وحفرنا القناة التي تربط بين نهر النيل والبحر الأحمر. أدي مشروعين. برع المصريون في صناعة السفن في عصر ولاية، حيث استخدم الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان الخبراء من مصر عشان دار السفن اللي عملها في عكا. تخيل واخد خبراء من مصر، فمعنى كده ان احنا بنفهم في صناعة السفن. اهتم العرب المسلمين بإنشاء المدن في مصر. أقول لك مدينة الفسطاط، مدينة الجيزة، مدينة حلوان، ده كل ده لا، الفسطاط ده مش في أموي، خلفاء راشدين، والجيزة خلفاء راشدين، حلوان الأموي، طب العسكر العباسية. تعددت الأدوار التي كان يقوم بها جامع عمرو بن العاص. أولا كان مسجد، ثانيا ليه مكانة دينية، ثالثا مركز للقاضي. يبقى كان ليه كام دور؟ 3. اتسعت حدود الدولة الطولونية خلال حكم أحمد بن طولون. أيوة باشا، الشمال وصلت أهو. الشمال فين؟ آسيا الصغرى، ده شمال. الجنوب النوبة، الشرق الغرب برقة، الشرق شام وحجاز. طيب، اهتمت الدولة الطولونية بإنشاء الدواوين في مصر. أنشأوا ديوان اسمه الجيش وديوان الإنشاء. تم بناء عديد من المنشآت العمرانية بمصر في عهد الدولة الطولونية. أنشأوا إيه؟ جامع أحمد بن طولون بمارستان وقناطر أحمد بن طولون. قامت الدولة الإخشيدية بتحقيق الأمن والاستقرار. عملت إيه يا دولة إخشيدية؟ قالت لك يا باشا القضاء على الصراعات الداخلية، القضاء على الأخطاء الخارجية. الاهتمام بالعلم وتشجيع العلماء والأدباء ومجالستهم. هات لي دليل انه اهتمام بالعلم. فقد عرف كافور الإخشيد بحبه للعلم والرعية. طيب، قام الخليفة المعز لدين الله الفاطمي بعديد من الاستعدادات لضم مصر. عملت ايه يا عم المعز؟ قال لك يا باشا انا مهدت الطريق من افريقيا اللي هي تونس لحد مصر، وعملت ابار وعملت استراحات. تعددت مظاهر احتفال الفاطميين بالاعياد والمناسبات في مصر. باشا كنا بنحتفل ازاي؟ توزيع الحلوى والطعام على الفقراء، اعمال مواكب رسميه، ان احنا تزيين الشوارع. كده لو انت وصلت للقطه دي نقدر نقول لو كلها مدرسين فطلابي احلى مؤرخين. اتمنى ما اكونش طولت عليكم كده. الحمد لله راجعنا مراجعه الشهر، ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله، مش هيطلع منها الامتحان. ذاكر كويس، اي سؤال يقف معاك ابعتهولي. ربنا يوفقكم يا رب، ربنا يكرمكم.
واشوفكم الحصه الجايه على خير في حصصكم في مجامعكم، ونقول كلمتنا المشهوره: لو كلها مدرسين فاحنا المؤرخين.